السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة وصفات حياة. اليوم إن شاء الله البنات غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الحلوة كتجي رائعة غزالة. الا جربتوها ما عمركم غتخطاكم. كتجي غزالة مزيج من القرمشة والتعليكة بواحد المكون كيجي خطير وكيبدل لها المذاق. وكيف كتشوفوا كتجي حتى في المنظر غزال. نحضروها لعيد الفطر ان شاء الله يا ربي. الا كنتو باقي ما حضرتيوش الحلوى اجي نحضروا هاد الحلوى مع بعضياتنا، واهم هادشي اقتصاديه. وخليكم معايا في طريقه التحضير والمقادير. في الاول غادي نبداو غادي نحضروا كريم كراميل اللي غنحتاجوها في الحشوه. عندي هنايا نص كاس السكر سنيده غنعدلوه فوق البوطه، وغادي نحركو حتى يدوم مزيان ويتكرمل. صافي كيف كتشوفوا معايا حتى كيدوم مزيان وكيتحمر هيدا، كيدوب ديك السكر كامل. وحنا كنحركو ما نزولوش يدناش ما نحرك. كنضيف له نص كاس د الماء معمرش، غير شويه د الماء. وكنحركو عندكم تنحركو في هذه العمليه. وربعه القطع شوكولاط ابيض باش كيقساح وكيعطينا ديك اللي بغينا. انايا في واحد المقيله كناخد كاس ونص ديال الكوك، جوز الهند عفوا. وكنضيف عليه نص كاس سكر سنيده في واحد المقيله، وكنضيف عليه نص كاس ديال الماء. كنبقى نحركو بيدي كيف كتشوفوا معايا، ما كنحيدش يدي نهائيا. البنات هاد العمليه خصكم ما تحيدوش يدكم من المقله، بقاو كتحركوا مقابلينو العافيه مهيله. كيف كتشوفوا حنا كنحركوا وكيبدا اللون ديالو كيتحمر حتى نوصلوا للون اللي خصنا. صافي هذا هو اللون اللي بغينا. التحميره هذه كيرجع اللون ديالو ذهبي. وغادي نطفي عليه النار، نضيف له معلقه زبده عفوا. ومن بعد غادي نحركها فيه مزيان حتى تذوب. صافي ونحيدو من النار ونخليه يبرد. غنضيف عليه واحد زليفه صغيره المكسرات، اي مكسرات متوفره عندكم، اللوز الكركاع اي حاجه مشكل. ديك التقرميشه ولا ما كانش تقدروا تستغناو عليه ماشي مشكل، غير باش كيزيد لكم ديك التقرميشه في ديك جوز الهند. غنكوزو نحضروا العجينه. عندي هنا نص ربعه الزبده، كاس الزيت مائده، وكاس السكر، وكاس الدقيق الذرة الناشئة. وعندي هنايا جوج الفانيات كيف كتشوفوا معايا. من بعد غنكتب لكم مقادير في اسفل الفيديو. كنجيب الزبده وكنخوي عليها السكر والفاني، جوج ساشيات د الفاني. هاد الحلوى محتاجش الخميره البنات. وكنضيف عليهم كاس دقيق الذره مازينه، هي كتعوض الخميره، كتخلي الحلوى هشيشه، ما نضيفوش الخميره. صافي وغادي نعجن مزيان هاد المكونات حتى يدخل ديك النشا مع الزبده والسكر. صافي كيف كتشوفوا معايا نحاول ندخل العجينه يدي مريضه البنات، كنقدرش نعجن مزيان اللي كتلاحظوا في الفيديو، غير بشويه. وانتم تقدروا تعجنوها بالماكينه اللي عندكم. صافي عفوا ما كتاخدش العجين، خص غير تجمعو. صافي خطيت في الهضره. صافي وكنضيف هاد الكاس الزيت، كاس زيت كيف قلت لكم المائده عامر. كنفرغو من بعد كتخدم لنا العجينه ديالنا، كتسهل علينا الخدمه. كنبقاو نعركوها حتى كترجع على شكل بوماد. ونبداو نضيفو الدقيق غير بشويه حتى تجمع لنا العجينه ديالنا. كدي 500 غرام د الدقيق. تقدروا الا كانت البنات الزبده كتشرب ولا شي حاجه تقدروا ديو كتار، ما عرفتش انا. المهم دات لي 500 غرام د الدقيق حتى كنحصلوا على هاد العجينه عادي يعني متماسكه، تحصلوا على هاد القوام هذا. صافي وكنجيب واحد الطبيصل وكنبقاو نعملوا الكويرات قد بعضياتهم، نكوروهم بيدانا نعدلهم قد بعضياتهم باش كتسهل علينا الخدمه. نكورو كاملين ديك الكويرات ونحيدهم علينا في واحد الجنب. صافي بعد ما كملت الكميه كامله د العجين اللي عندي كورته، دابا غادي نجيب ديك الحشوه اللي حضرنا وغادي نفتح الكويره في الوسط وغنضيفها لداخل وغنلوي بهذا الشكل هذا. كتشوفوا معايا نهز غير شويه بيدي ونحطو في الوسط ونشد عليها ونكورها.
وغادي نستمر بهاد نفس العملية حتى نكمل الكمية كاملة اللي عندي د الحليوات اللي حضرنا مع بعضياتنا. صافي، ودابا غادي نعدلهم فواحد اللاطة اللي غندخل الفران، غنستف فيه الحلوى اللي حضرنا، كندخلهم الفران وكنشعلهم من التحت ومن الفوق على درجة الحرارة 200. بعد ما خرجت كيف كتشوفوا ما كنحمرهاش مزيان، نخليها بيضة شوية، ومن بعد كنسخن شوكولات في حمام ماري، شوكولات ابيض. انا استعملت شوكولات كاع البنات، هذا كيجي لذيذ في المذاق ودغيا كينشف، ما كيخليش الحلوى معجنه نهائيا، واخا كاين الصاد واخا كاين الحراره. كيف عارفين كاع دغيا كيجمع، ما كيبقاش يعني في كتجي تسالي الحلوى الاولى الاخرى كتجبر الاولانيه شتفات. صافي، وكنستمر بهاد العمليه، كنفرش شي كاغيط الحلويه، وكنبدا ننزل عليها الحليوات كنقطرهم مزيان، بعد كنعملهم هاد الخطوط باش بنفس الشوكولات ابيض. ومن بعد كنجيب اي حاجه بغيتو تزوقوا. انا بهاد الحبيبات ديال الشوكولات في الغوز يعجبوني وزوقت بهم. وبالنسبه كما قلت لكم الشوكولات كاع البنات، انا سبقت عدلت الشروط كاملين، ما شدليش فيهم هاد الحبيبات السكر. من الاحسن الا كنتو تخدموا يعني الشروط اللي تعدلوا لها ديك الحبيبات باش ما كيبرد دغيا هو خاصات. صافي، وغنستمر في هاد الطريقه حتى كنزينهم على هاد الشكل هذا، كيجيو مزيونين في المنظر والمذاق وكل شيء، كيجيو فنين وساهلين التحضير. انا غادي نحل معكم واحد الحلوه من الداخل باش تشوفوا الشكل ديالها كيف جات. كيف قلت لكم البنات كتجي رائعه من الداخل وفيها واحد المذاق غزال ما يجيز من التقرميشه والتعليق. فنه البنات جربوها، حضروها ان شاء الله العيد لوليداتكم، وكنتمنى تعجبكم. وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك، وتابعونا في القناة ديالي فيسبوك انستغرام والتويتر. والى اللقاء وشاركم مبروك ان شاء الله يا رب.